الورد، مساء الهنا، مساء السكر على عيونكم. تعالوا بقى نشوفوا تكملة الفيديو بتاع الكريب. انا عملت حشواته ازاي زي ما انتم شايفين كده. النتيجة يا جماعة تحفة جدا، كأنك جايباها من بره. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. شمري ايديكي وتعالي بينا على المطبخ. زي ما انتم شايفين كده انا معايا بولة. هعمل ايه يا مسك النهاردة؟ هعمل تتبيلة شاورمة الفراخ لان ولادي بيحبوها. انا حطيت زبدية كبيرة، وحطيت معلقتين كبار خل، وحطيت معلقتين زيت بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، وحطيت رشه بهارات سبعة، حطيت رشه قرفه، حطيت فلفل اسمر. كل حاجه منها معلقه يا جماعه، معلقه شاي، ومعلقتين بابريكا. تمام كده. وحطيت شويه ملح كمان. يعني بهارات تانية يا بنات زي ما انتوا شايفين. حطيت معلقة قرفة، معلقة بهارات سبعة، معلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا. تمام كده. معلقتين خل، معلقتين زيت، ونص معلقة ملح. وقطعت الفراخ حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، شرايح بالطول خفيفة خالص يا بنات. هبدأ اتبل بقى الزبدية مع الكلام ده كله. تمام كده. وهسيبها شوية كده، وبعد كده تعالوا بقى نشوفوا هنعمله الكريب مع بعض ازاي. ادي الكريب يا بنات. معايا بقى الخلاط، هحط فيه كوباية لبن. تمام. عليها كوبايتين مية. انا جريت الفيديو ده لان انا منزله الفيديو اساسا، منزله لكم ايه الوصفه مفصله بالظبط. تمام. وحطيت باكو فانيليا وعليه بيضه. حطيت رشه ملح، ومعلقه سكر، معلقتين سكر كبار صغيرين، معلقه شاي. انا بستعمل معلقه الشاي يا بنات. حطيت عليهم ربع كوبايه زيت، او معلقتين زيت كبار. حطيت بعد كده الدقيق، حطيت كوبايه دقيق وكوبايه كمان، وعليها نص، يعني كوبايتين ونص دقيق. اضربي بقى الكلام ده كله في الخلاط كويس جدا. وبعد ما ضربتيه في الخلاط نجيبوا المصفى بتاعتنا الضيقه يا جماعه ونصفوه. تمام كده عشان تتاكدي ان ما فيهوش اي كتل. تعالوا بقى نعمله بقى الكريب. هنحط بقى شويه زيت في الطاسه بتاعتنا، او على ظهر صينيه يا بنات هنحط عليها شويه زيت ونبداوا نعمله الكريب. مفيش اي مشكله، هيتعمل معاكي وهيبقى زي الفل. بس اهم حاجه تدهني ماده دهنيه على الطاسه من فوق. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا حطيت اول راق. عشان بقى تقلبيه كويس خالص، هتبدي تقلبيه على غطا حله عشان ما يلسعش ايدك، لان هو لسعني كذا مره. بقلبه على الغطا حله، وبعد كده بنزله في الطاسه تاني. هي حركه متعبه شويه بس بتريحك عشان صوابعك ما تتحرقش، لان بيبقى سخن جدا متعرفيش تقلبيه. تعالوا نعمل واحده كمان مع بعض. اهو بصوا يا جماعه، بقلبه بكل سهوله. غطا الحله بصراحه سهل عليا كتير. خلاص كده بصوا، في ثانيه بتكون احمرت وشه وظهره وبقت زي الفل معايا. ايوه كده. يلا يا ست الكل بقى، صلي على رسولك الكريم. ويا ريت تحطي لي لايك من ايديك الحلوه دي، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعيني فيه. ولو انت بتشوفيني جديد لسه قناتي جديده، يا ريت تحطي لي لايك وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديوهات تجيلك باذن الرحمن. وما تنسونيش بدعوه حلوه يا جماعه، لو انتوا بتجربوا الوصفات بتاعتي. الوصفات بتاعتي والله العظيم ربنا اللي يعلم بعملها لكم بيرضي الله. بصوا بقى طراوه الكريب يا جماعه، حاجه كده والله العظيم عسل، احسن ما بتجيبيه من بره وانضف ويعني انت ضامنه جودته. وكمان هيبقى ارخص كتير. دلوقتي الحاجه بقت غاليه جدا من بره، الاكل بقى غالي جدا من بره يا جماعه. اما تعمليه في البيت اوفر لك كتير. خلاص كده يا بنات، بصوا الحلاوه، حاجه كده طريه ما شاء الله تبارك الرحمن. اروع كريب يا جماعه عملته في حياتي بصراحه. تعالوا بقى نشوف الشاورما بتاعتنا بعد ما اتبلت. اخدت ساعتين 3 في البوتاجاز في التلاجة. يعني انا قعدتها ساعتين 3 بصراحه، لان انا بحبها متبله تتبيله حلوه. حطيت شويه زيت محترمين كده في طاسه وهسخنهم كويس جدا يا بنات. هبدأ بقى اجيب حتة دهنة كده، وهبدأ بقى ايه عشان اديها طعم. بره برضو بيحطوا فيه يعني، لو انت بتاخدي بالك من السيخ بتاع الشاورما بيبقى فيه في اخره كده حتة دهنة. تمام. بيحطوها كده من فوق، وتبدأ بقى تسيح وتنزل على الشاورما. الشاورما اللحمة والشاورما الفراخ نفس الكلام. بصوا بقى، بعد الزيت بتاعي ما سخن كويس جدا وحطيت عليه الدهنة ونزلت المادة الدهنية اللي فيها وبدأت تحمر، هنزل بقى بالايه بالفراخ، اديها الصدمة التمام يا بنات.
وهسيبها شويه بس كده تاخد ايه لون كده، وهبدا اقلبها بس معاكم. حطيت لها مكعب ماجي كمان كده يعزز الطعم كده ويعلي التست معايا. بعد ما اتشوحت معايا مية مية هنزل ببصلايه مقطعاها جوليان يا بنات، جوليان خفيفه. بعد كده ما اتشوحت معايا البصلايه هبدا انزل بطماطم شايله القلب بتاعها وقرنين فلفل. عندك الوان حطي، عندك اخضر حطي، عندك سبايسي على حسب رغبتك. خلاص كده الشاورما بقت جاهزه معايا. ولو عندك بقى عود كزبره خضراء يا سيدي بيخليها تروح في حته تانية، بس انا ما كانش عندي. تعالوا بقى نشوفوا الكريباه بقى هنعملوها ازاي. تعالوا بصوا، انا مسكت الكريبايه قسمتها النص تمام، وحطيت الحشو في نص الكريبايه، وهبدا اجيب الطرف ده على الطرف ده، الطرف ده على الطرف زي ما انتم شايفين كده. تعالى نعمل واحده مع بعض كمان. انا قاسمه الكريمبايه في النص زي ما انتم شايفين اهو يا بنات تمام. هجيب بقى كده احط في النص عسل كده، هبدا احط جبنه موتزاريلا، هبدا اجيب الطرفين تمام كده. تعالى نعمل واحده كمان. طريقتها سهله بسيطه خالص يا بنات وما بتاخدش وقت. كل حاجه انا مجهزاها هتخلصيه في دقيقه. حطيت كده شويه حشو، هبدا هنزل بقى ايه بالموتزاريلا بتاعتنا، او جبنه رومي، جبنه شيدر، على حسب اللي عندك حطيه مش هيقول لا يعني. انا بحب اقسم الكريبايه من الحته اللي هي الوش التاني، مش الوش الاولاني اللي بتحطيه، لا الوش التاني، مش الوش الاحمر جامد ده. الوش الاحمر ده بخليه جوه شويه. خلاص كده معايا الطاسه يا جماعه، وهحط على الحته اللي انا قافله عليها. شوفوا الحته القفل دي انا هحط عليها عشان تبدا ايه تحمر تكلبش تمسك في بعضها، اقلبها ما تتفكش مني تمام. حطيت شويه زيت صغيرين وهبدا بقى احمر الكريب وش وظهر. ولو انت عايزه تحطيه في الفرن حطيه، ولو انت عندك مكنه الوافر ده وعايزه تحمصيه فيها حمصيه فيه، اللي عندك اعمليه. بس انا ما عنديش المكنه يا جماعه بتاعت الوافر دي. هحط بقى ايه اسمه ايه يا جماعه؟ حد يقول لي في الكومنتات، ما بعرفش انطق اسمه حط ربنا. خلاص كده انا حمرتهم من فوق لتحت اهوت يا بنات، وخليت وشهم احمر وطعمهم تحفه وكريسبي جدا. تعالوا بقى ايه نشوفوا كده العظمه ديت، نحطوها كده ورق فوين كده كاني جايباها من بره بقى. ما انت لما تعملي الشغل بقى تظبطيه عشان العيال يحسوا اللي انت جايبه السندوتشات من بره كده، مع انك انت مش جايباها، انت عاملاها من البيت. ده انا محوشه صدر والنبي يا بنات الفراخ دي كل اصل احنا ما بنحبوش ناكلوا صدور الفراخ، فبحب احوشها تمام. حوشتها بقى وكانت معايا كميه حلوه يعني. بصوا يا بنات بقى، يا سيدي بقى يا سيدي يا سيدي على الجمال، طعمه خطير يا بنات خطير يعني. بصوا جميل، عايزاكي تجربيه يا ست الكل. بصوا بقى اسمعوا الخروشه دي يا سيدي. يلا اسيبكم في رعايه الله، سلام.